رجعت ليكم فيديو عن باتيستا ازاي المصارع ده شكل جزء كبير من طفولتنا وايه اللي حصل له ودلوقتي هو فين وراجع المصارعة تاني ولا لا. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل وهعمل لكم صاحب على الايفون عايز تكسب بص الفيديو 20 لايك وسيب كومنت اختار واحد من الكومنتات وتعالوا اقول لكم بقى التفاصيل عشان نعرف باتيستا بيقول ايه. بصوا يا جماعة باتيستا بدأ ان هو طبعا جزء من طفولتنا كلنا وكلنا كنا بنشوفه مع ممدوح فرج حتى قبل في ام بي سي اكشن والحاجات دي. طب الموضوع بدأ ازاي؟ انتوا عارفين اصلا ان باتيستا قد اندرتيكر في السن تقريبا او فرق سنتين بس حاجة كده. باتيستا بدأ في سنة 69 اتولد في فيرجينيا، وكانت أيامه الأولى كلها فقر وكان باباه حالته صعبة جدًا، وكانوا مش عارفين أصلًا يجيبوا لقمة العيش يعني. كان في بيئة كلها عنف شوية. قال لك مرة في 3 جرايم قتل حصلوا في البيت قدامي وأنا 9 سنين شُفتهم قدامي، حوادث يعني. وهو عنده 13 سنة بدأ يبقى مجرم شوية، يعني بقى يسرق عربيات، يعمل عمليات سرقة صغيرة، يعيش حياة مستقيمة كده ويبقى عِدِل مش عارف خالص. واشتغل فترة بعدها في حارس أمن ليلي، اللي هو في night club يعني، وبعدين ساب البيت وعنده 17 سنة، بس في الآخر اتقبض عليه بعد خناقة مع زبونين، عمل لهم إصابات واتحكم عليه سنة سجن. اكتشف إن هو في الخناقات والحاجات دي إن هو رياضي أصلًا أو يعرف يبقى يعني يعرف يبقى كمال أجسام حلو وموهوب فيها، فرمى نفسه فيها بكل طاقته ولقى شغف ما كانش يعرف إن عنده، وطوّر جسمه المعروف بيه، بس ده ما ساعدش في دفع الفواتير وهو مسؤول عن زوجة وطفل وطفلين وكده يعني، من زواجه الأول. يعني هو كان عنده طفلة من مراته الجديدة و2 من واحدة قديمة، فحس إن هو منهار لمّا اضطر يطلب فلوس من واحد صاحبه عشان يشتري هدايا كريسماس وكده، فقرر بعدها قال خلاص أنا مش هاقعد أستلف أو هاعمل كده، أنا هاشوف لي حاجة توفر لي مستوى عيشة أحسن. كان معجب بمصارعة محترفة من صغره وشايف إن هو نافع في المجال اللي هو فيه ضرب وشيل أوزان وحاجات كده، فبدأ يشوف مدارس تدريب سنة 99 وراح الWCW Power Plant، وكان مدرب هناك قال له أنت عمرك ما هتنجح على فكرة في المجال ده، فما يئسش وراح بعدها الWWE واتبعت لمصارعة اسمها Wild Samoan Training واتدرب على إيد الأسطورة اسمه آفا أو آفا، ووقع عقد مع تطوير WWE بعد سنة. في اتحاد اسمه الOVW اللي هو أويو فالي ريسلينج تبع الWWE يعني، وخد أقوى دفعة في تاريخ الشركة تقريبًا في الاتحاد ده، مع ناس زي جون سينا وراندي أورتن وبروك ليزنر، وكان اسمه في الأول ليفايسون، وحافظ على سلسلة انتصارات في الأشهر الأولى، وكسب بطولة وزن تقيل هناك، وبعد كده خسرها من جون سينا اللي كان اسمه بروتوتايب. والظهور في العروض الرئيسية طلع العروض الرئيسية في السماك داون سنة 2002 بشخصية اسمها ديكون باتيستا، كان حارس الشخصي لديفون، وعمل اللي يقدر عليه عشان يثبت نفسه وكده، بس كانت البداية ضعيفة ما حدش اتحمس له يعني، وكسب أول ماتش ليه بعد خلافات لما اتقلب على ديفون ده وراح لعرض رو، وهناك بدأ بقى أهم محطة في مسيرته إن هو يتحالف مع ريك فلير. فسنة 2003 اتجمع فريق ايفولوشن بقيادة تريبل اتش اللي كان هدفه إن هو عايز يلم مصارعين يحافظوا على بطولته فترة طويلة، والفريق كان تريبل اتش، ريك فلير، أورتن، باتيستا. في سنة 2003 باتيستا بعد عن الحلبات خالص لأن هو حصل له تمزق في الترايسبس اليمين، بس فضل يظهر على الشاشة حاجة زي سين بانك ودرو كده العداوة مكملة فاهمين، بس هو مصاب أصلا. ورجع الحلبة بعدها بعد مدة وكسب بسرعة بطولة الفرق مع ريك فلير في عرض أرماجيدون، وفي نفس الليلة كسب الفريق بكل الأحزمة زي ذا شيلد لما عملها مرة في اكستريم رولز. تريبل اتش خد بطولة العالم وأورتن القارات وفلير وباتيستا خدوا التاج تيم. في 2004 بدأت خطط إن هم يطلعوا أورتن من العصابة دي، بس الجماهير اتفاعلت جدًا مع باتيستا لمّا عمل مشهد إن هو هيسيب العصابة دي واتخانق مع تريبل اتش، فالWW قالت الواد ده ييجي منه كده ومصارع حلو فعلًا، بدأوا يجهّزوا باتيستا إن هو يبقى نجم شعبي بدل من أورتن. في 2005 اتفاجئنا منه إن كان هو وسينا متبقيين بس في الرويال رامبل، فاللي حصل إن هو بيرمي سينا برّه، ده السيناريو، فالاتنين طلعوا مع بعض وقت واحد، فماكمان دخل يصلّح المشكلة، ما هو ما فيش فايز كده الاتنين كسبوا، فدخل ماكمان حصل له تمزق في الركبة، فحتى عمل القرار وهو قاعد على الحلبة. فقال لك عيد الماتش وباتيستا اللي كسب، وباتيستا اختار إن هو يحدد تريبل اتش لمّا كسب رويال رامبل على بطولة العالم في الرو. ومن حركاته المشهورة أوي حركة الإبهام اللي هو صباع الإبهام ده، لمّا كان تريبل اتش بيقول له ارفع أورتن تقريبًا أو حد على كتفك، فراح باتيستا عامل له لأ، وراح ضارب باتيستا، وباتيستا كسب الحزام وقتها، وهزم تريبل اتش حتى مرتين بعدها في باكلاش وفيجنز، وأنها واحد من أفضل قصص الWWE في سنوات. وراح السماك داون بعدها في 30 يونيو 2005 كده، اتنقل لسماك داون وبقى بطولة العالم وزن التقيل هي البطولة الرئيسية في العرض. وعلى فكرة يا جماعة في ناس أجانب بيقولوا كده، بيقولوا إحنا كنا بنتفرج على سماك داون تحديدًا عشان باتيستا وتيكر، ودخل في عداوة مع إيدي جاريرو، بس للأسف إيدي جاريرو مات، وكسب بطولة الفرق تاني مع ميستيريو، ودي كانت فترة حلوة أوي لمّا كان قلب على ميستيريو، الخيانات العظيمة يعني، وجاله تمزق تاني في عضلة الترايسبس بسبب مارك هنري المرة دي، واضطر يسيب حزام العالم.
وعلى فكرة يا جماعة المصارعين اللي بييجي لهم إصابة بتبقى أصلًا غالبًا متلصمة أو حاجة زي كده، يعني حتى الsteroid هو بيعالج أسرع. يعني مش كودي رودز لمّا كان الbench بتاعه مقطوع كان خَف أسرع في 3 شهور مش 6 أو 9 شهور، بس هو الإصابة دي زي سيس رولينز كده ركبته دايمًا لسه فيها مشكلة من 10 سنين. رجع تاني 2006 ودخل عداوات مع مستر كينيدي وبوكر تي ورجّع بطولة العالم للمرّة التانية، ودخل في عداوة قوية أوي مع أندرتيكر لحد ما لعبوا ماتش الstreak ضد البطولة وخسر منه طبعًا. بس الماتش ده فاق التوقعات كلها وأثبت إن باتيستا وتيكر مصارعين جامدين جدًا. وفضل بقى يكسب بطولة في الRaw ويخسرها تاني و4، 5 مرات. في 2009 قال لك أنا بعد ما خد بطولة الWWE قال أنا هاعتزل خلاص، بسبب البايسبس الشمال اتمزقت خالص. وبعد كده دخل في عداوة تانية مع ري ميستيريو 2010 وكان دي آخر حاجة عملها قبل ما يعتزل يعني. كان آخر حاجة بعد جون سينا كده قال لك أنا خلاص خسرت من سينا وهاعتزل، ومش راضي عن التوجه الإبداعي للشركة وعايز يروح مجالات تانية أصلًا. بعد ما كسب راح الMMA وكسب واحد في 2012 بدأ يركز على التمثيل. عمل فيلم اسمه Man with Iron Fists وبدأ نقطة التحول فعلًا تيجي له في 2014 لما كانت WWE أصلًا شبه ما لوش شغل فيها ولا في حتة، وبدأ يشتغل في فيلم اسمه Guardians of Galaxy بتاع مارفل، شخصية اسمها دراكس، وكان وقتها اللي كاتبها له CM Punk على فكرة، بانك بيكتب كوميكس في مارفل، وخدت نقد حلو جدًا الشخصية دي وعجبت الناس جدًا. وبعدها بقت فتحة خير عليه، طلع في سبيكتر فيلم جيمس بوند، وبعدها بليد رانر ده فيلم ملحمي يعني مش أي ممثل ييجي فيه أصلًا، وراح بقى افنجرز وافنجرز اند جيم الأفلام اللي جابت أعلى إيرادات في التاريخ أصلًا، وهو أصلًا أحسن مصارع مثل على فكرة. ورجع فترة تانية 2014 بس للأسف كانت أسوأ فترة رجوعه، لأن هم مرجعينه بشخصية طيب، وكل الموجود أصلًا ياس موفمنت وناس متفاعلة مع دانيال براين، فأول ما دخل الرويال رامبل الناس استهجنته، ما كانش طايقاه، اضطر يتحول شرير، وقال لك التجربة دي حسيت إن أنا الناس بتهاجمني أنا شخصيًا، فعمل دوره اللي هو المؤقت ده وعداوة مع ذا شيلد ومع مش عارف إيه ورجعه ايفولوشن تاني، وساعد برضه في نجاح براين وكده. وبعد كده ساب الشركة وهو ما كانش راضي على الحكاية دي. في 2019 لقينا تريبل اتش بيتكلم مع ريك فلير، وبعد كده لقينا ريك فلير جاي حد سحله حرفيا من الكاميرا وطلع باتيستا وقال لك ماتش اخير باتيستا ضد تريبل اتش في راس المنيا 35. في 2019 الماتش ده حصل، وعلى فكره الماتش ده يا جماعه والله انا حيادي اهو جدا بس ماتش حلو جدا جدا يعني. يعني الماتش ده بجد هارد كور وجميل جدا في راس المنيا انا شفته وموجود على اليوتيوب كامل على فكره. الماتش فيه الاسبوتات غريبه جدا، مثلا تريبل اتش جاب البيرسنج بتاع مناخير باتيستا وشده بالكماشه، مش عارف يحط ايه في ايه عينه في ايه وكرسي في وشه. بس هو بصراحه كان في لحظه وصمه عار في الموضوع، ممكن هم وصمتين عار في تاريخ باتيستا يعني. في الماتش ده وهو داخل راس المنيا اكبر ستيج في العالم اتكعبل وهو داخل. ومره تانية كان بيلعب مارك هنري فمارك هنري بيزقه، فباتيستا المفروض بيتقلب بشقلواز لورا، باتيستا فضل راجع وواقف وخمس ثواني كده بعدين كده قرر يتقلب، فكانت شكلها وحش قوي يعني. فبس هو باتيستا بعد ماتش تريبل اتش ده قال لك انا راضي عن الموضوع، وحتى الماتش قفل قفله سينماتيك قوي يعني ريك فلير جه جاب شاكوشين وساعد الاثنين واللي يلحق حاجه كده، فتحسه كان ماتش قعد ساعه الا ربع ساعه، من تريبل اتش كبير على فكره وباتيستا كبير. بس هو تريبل اتش كان لولا مش مرض القلب اللي كان عنده ده هو كان كمل احسن من كده لغايه النهارده حتى لو متوقع يعني. هو اكتر واحد على فكره حافظ على نفسه، يعني اندرتيكر بيمشي بعكاز لغايه النهارده. باتيستا كان الناس اللي مستغربه هو ليه خس في الوزن قوي كده. هو كان قال في مره ان هو لعب رياضه زي الجيجيتسو او الفنون القتاليه الاسيويه دي، وقال لك انا خسيت بيها تقريبا 45 كيلو او 30 كيلو. قال لك انا ما فيش داعي ان انا ابقى جسمي عامل كده، ورغم كده اي حد بيشوفني يقول لي انت باين عليك انك معضل. قال لك انا بعمل ادوار مثلا موظف مش عارف ايه، فليه اطلع بالجسم الضخم بتاع الدبليو والاسترويد ده. ف ودي وجهة نظر طبعًا، بس أنا أندرتيكر مثلًا لو بصينا عليه في نفس سن تريبل اتش أو فرق سنتين 3، تيكر بيمشي بعكاز النهارده وحرفيًا مكحكح خالص. فباتيستا بصراحة لعبها صح، وهو في رأيي أنجح ممثل في تاريخ هوليوود، أحلى من ذا روك حتى، كقيمة فنية مش كسعر، بس في الخارج، سعر في الخارج ممكن نقول ذا روك، إنما باتيستا بجد لأ جامد جدًا، يعني عمل أفلام بجد ما فيش مصارع أصلًا عمل الزخم ده. تعالَ أقول لكم بقى معلومات غريبة عن باتيستا، لأن الراجل ده طفولته كانت غريبة أوي، في حوادث كتير حصلت له وهو صغير. باتيستا وهو صغير كان بيحكي إن هو كان عايش في واشنطن ساوث إيست، وكان بيقول لك عندنا ضرب النار ده حاجة عادية زي صوت العصافير كده. فكان مرة وهو عنده 7 أو 8 سنين بس نزل يلعب قدام البيت، فلقى راجل مقتول قدامي على النجيلة يعني، وقال لك الموقف ده اتكرر 3 مرات وأنا لسه ما كملتش 9 سنين. المفروض إن أنا طفل أشوف مناظر طبيعية وكده كنت باشوف جثث في الشارع. ومرة كان بيلعب هو وأصحابه وفجأة حصل خناقة قدامه وضرب نار، ولقى واحد واقع ميت قدام بيته بالضبط، يعني شافه وهو بيموت. وهُم من كتر ما شافت البلاوي دي جتتها نحّست زي ما بيقولوا، قالت له: "أنا ما بقيتش أتخض خلاص." ودخلت نادت عليه قالت له: "يا باتيستا تعالَ يا ديف." اسمه ديف،
قالت له: "سيب الراجل الميت اللي هناك ده وتعالَ كمّل غداك جوّه." كان بيحكي إن هو يعني مامته بتتعامل مع الموضوع ده عادي، وإن هو ده خلّى عنده زي حاجز بين المجتمع شوية وخجل شوية. طب ليه باتيستا قلبه ميت كده أو غريب؟ هو أصلًا كان بيشتغل bodyguard في الأول، وفي كاباريهات بارات وحاجات زي كده، وكان بيتعامل مع أشكال تخوّف بقلب جامد، ودخل السجن مرّة مسك 2 بلطجية عجنهم ضرب، كانوا حاولوا يثبّتوه، وخلّى البوليس يقبض عليه ويتحكم عليه بسَنة مراقبة. ودايمًا كان بيقعد يقول لك: "أنا لو ما كنتش دخلت gym ولعبت مصارعة، كان زماني دلوقتي جثة رابعة من اللي شُفتهم وأنا صغير." لإن هو دايمًا كان بيعمل مشاكل وكده. تعالَ أقول لكم بقى معلومات غريبة عنه شوية، ونشوف باتيستا كان بيعمل إيه. باتيستا عنده هواية غريبة شوية هي الlunch boxes، اللي هو الصناديق اللي هي العلب اللي بتاخدها معاك في المدرسة أو في الجامعة وكده فيها أكل أو في الشغل حتى. باتيستا عنده هواية غريبة إن هو بيحب يجمّع الحاجات دي، يعني عنده مجموعة ضخمة ونادرة أوي منهم، وده بدأها صُدفة 2003 لمّا كان اتصاب واشترى واحدة العلبة اسمها ET، وبعد كده جابها لمراته، بعد كده بدأ يستخدمها هو، وبعد كده بدأ يتهوّس بالحكاية دي. يعني عنده lunch boxes توصل لقيمة الواحدة ل$5000، ومنهم واحدة عليها علبة سوبرمان مصنوعة من سنة 1954. كمان باتيستا بقى رفض دايمًا لمّا كان اتقدّم في الWWE في البداية audition، كان راح في الWCW، المدرب هناك قال له: "أنت على فكرة مش وشّك وإمكانياتك ما تجيبش مصارع أصلًا، فنصيحة سيب المجال ده خالص." وكان بيقول لك دايمًا إن الرفض ده خلّاني لو أنا مثلًا طموحي أبقى مصارع متوسط، خلّاني طموحي أبقى أهم مصارع، لإن هو حمّسني وخلّاني أعاند معاه. باتيستا 2024 صدم العالم كلّه بإن هو خسر بتاع 34 كيلو، وقال لك: "أنا حاسس إن أنا ضخم زيادة عن اللزوم بالنسبة للأدوار السينمائية دي، فقُلت أمشي بنظام صيام كده معيّن." ده حاجة اسمها الintermittent fasting، اللي هو إن أنت مثلًا بتقعد يوم تستهلك عادي سعرات عادي، ويومين تانيين قاطع خالص، وتقعد برضه تقسّم اليوم مثلًا، هو الصبح تاخد وجبات معيّنة وبالليل لأ، عشان الحرق طبعًا وكده. غير إن هو كان بيلعب رياضة زي اللي اسمها اللي هي الجوجيتسو والحاجات اليابانية دي، زي المصارعة كده بس فنون قتالية، والرياضة دي بيقول لك إنها خلّته يخس كتير جدًا بسهولة. طبعًا أنتم لو شايفينه في الصور هتلاقيه دايمًا دراعه بقى صغير أوي، باتيستا كان معروف في مدربين gym بيقول لك ده أحسن مصارع في التاريخ كجسم. فهو خَس كده وقال لك أنا باعمل أدوار، هو فعلًا كنجم بيبيع في هوليوود بأسامي كبيرة جدًا وأفلام فنية أصلًا مش تجارية ولا مُعتمد على جسمه، فقال لك أنا ما بقيتش محتاج العضلات دي، ورغم كده خسيت 34 كيلو ولسه أي حد يشوفني يقول لي أنت معضّل أو أنت باين عليك كنت بتلعب مصارعة أو كده. أشهر عداوات باتيستا كانت إيه؟ عداوته مع ري ميستيريو لمّا قلب heel عليه وخانه، وليه عداوة مع أندرتيكر اللي هي كان ممكن أعمل لكم فيديو مخصوص عنها، كانت 2008 كده في السماك داون على بطولة الworld heavyweight، وليه عداوة تانية مع جون سينا لمّا جون سينا قضى عليه خالص وخلّاه يعتزل، والعداوة الأخيرة مع تريبل إتش كان ماتش الاعتزال. بس ده كان باتيستا، وصّل له الفيديو 20 لايك عشان تكسب أيفون، وسيب كومنت. أشوفكم في حلقة جديدة. يا جماعة الفيديو إن شاء الله الجاي هاعمل لكم عن مصارع معين، بس هنعمل vote شوفوا أنتم عايزين فيديو عن مين، لإن بس ما يبقاش أنا باعمل حاجة وأنتم عايزين حاجة تانية أصلًا. أشوفكم في حلقة جديدة منورين عندي في القناة، ومع السلامة.